يا عربيات، امتى بقى الواحد يبقى عنده عربية زي دي؟ ايه المفاجأة الكبيرة دي والحلويات دي؟ ازيك يا هيما، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا أكرم. ايه جاي معانا ولا ها؟ ايوه يا اسطى، انا شبعت بطولات ومن كاس العالم للانديه ومن افريقيا، وعايز اعمل فلوس بقى واشتري عربيه زي رمضان بتلزم مكهربا دي، واشتري فيلا في الساحل الشمالي وفيلا في دبي. يا اسطى أهم حاجة البطولات، ودي الحاجة اللي بتفرق معاك والجمهور بيفضل فاكرك بيها حتى لما بتبطل كورة. يا اسطى، ما انا بقول لك انا شبعت بطولات خلاص، وخدنا كل حاجه، مش ناقص بس اننا نلعب في بطوله المريخ. طب والقيم والمبادئ وروح الفانيلا وابن النادي؟ ابن النار يا اسطى جه عندكم، انت نسيت ولا ايه؟ يا اسطى أنا كنت عايز أروح الأهلي وأعمل كوبري زي الواد إمام والواد كهربا، بس في حد بلد عني. لو جيت يا انت عندنا هتاخد بطولات وهتزهق من بطولات، بس بمجرد مستواك ما ينزل النادي هيقطع فيه، زي ما حصل مع الشناوي بالظبط. جالي عروض كتير من السعودية، وكانت العروض هتخليه في حتة تانية، ولما مستواه نزل دلوقتي بقى بيقطعوا فيه وعايزين يمشي. يعني الفلوس أهم من البطولات من كلامك؟ الفلوس والبطولات أهم شيء، طالما عملت بطولات لازم تعمل فلوس. يا اسطى لو عملت زي الحضري مش هتعرف ترجع تاني الاهلي، شوف عمل ايه لما راح سيون ورجع تاني مصر، لعب في نادي في وسط الجدول. الحضري يا اسطى مش كان ناقص له بطولات ولا كان ناقص له حاجة، الحضري هو اللي كان شايل الأهلي لغاية لما مش، من ساعتها الأهلي وقع وبقى بيخش فيه جوان.